بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البارحة كنا قد استفتحنا أول باب أو أول حكم من أحكام التجويد، وهو أحكام النون الساكنة والتنوين. وقلنا بأن حرف النون الساكن له أحكام بالنسبة لما يقع بعده من حروف الهجاء. أي النون عندما يلتقي بحروف الهجاء 28 أو 20 يكون له أحكام. فأحكام النون الساكنة والتنوين 4: الإظهار والإدغام والقلب والإخفاء. أول حكم هو الإظهار. والإظهار أظهرت ما في نفسي، أي بينته. أما اصطلاحا، وهذا الذي يفيدنا أو في اصطلاح القراء، هو إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة أو من غير غنة زائدة في الحرف الأول أو في الحرف المظهر. والحرف المظهر هنا هو النون الساكنة. النون تظهر. كيف تظهر؟ نخرجها من مخرجها وبصفاتها، ونحافظ لها على صفتها اللازمة التي هي الغنة، ولا نزيد على تلك الغنة غنة زائدة أو غنة ثقيلة، فهذا خطأ. والنون تظهر عند 6 أحرف، وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، المجموعة في جملة أخي هاك علما حازه غير خاسر. وقلنا بأن النون الساكنة تأتي مع حروف الإظهار في كلمة، تأتي في كلمة، وتأتي في كلمتين، نحو ينأون، كلمتين من هاجر. أما التنوين فيكون من كلمتين فقط، نحو جرف هار. مفهوم الكلام هذا؟ مفهوم الكلام هذا؟ جيد. وقلنا بأن تجويد الإظهار، ما هو تجويد الإظهار؟ أي كيف نقرأ الإظهار، وأن نخرج النون من مخرجها بصفتها مع غنتها اللازمة لها، ثم ننطق مباشرة بعدها حرف الإظهار من غير سكت أو توقف، ومن غير تثقيل للنون الأولى، ومن غير تمطيط لها. ما نقولش جرف هار مش نبين النون أكثر، هذا خطأ. حقيقة النون ظهرت أحسن، ولكن لا يقرأ هكذا الإظهار. ليس هذا هو نطق الإظهار أو حكم الإظهار. الحكم الثاني الذي سنقرأه اليوم وهو ضد الإظهار. تظهر تمام، الآن ضدها الإدغام. تدغم النون. ما معناها تدغم؟ أي تدخل في الحرف الذي يأتي بعدها. لاحظنا بأن النون الساكنة ظهرت وبانت أمام 6 أحرف تخرج من الحلق. النون تخرج من طرف اللسان مع الحنك الأعلى، أن حروف الإظهار تخرج من الحلق، المسافة بعيدة، فالنون ظهرت وبانت لعدم تمكنها من الدخول في حروف الإظهار لأنها بعيدة عنها. الآن النون ستدخل في حروف. ما هي هذه الحروف التي تدخل فيها النون؟ سنراها. الآن ما هو الإدغام؟ لغة إدخال الشيء في الشيء. تقول أدغمت يدي في جيبي. أدغمت يدي في جيبي أي أدخلتها فيه. مفهوم؟ الإدغام معناها الإدخال. هذا في اللغة. في اصطلاح، أي في اصطلاح القراء وعلماء التجويد، هذا اللي يهمنا، هو التقاء حرف ساكن. ما هو الحرف الساكن الآن اللي عندي؟ النون الساكنة، وقيس عليها باقي الحروف السواكن التي سنذكرها في أبواب الإدغام الأخرى.
الآن هذا باب إدغام خاص بالنون الساكنة، والتقاء حرف ساكن بحرف متحرك. إذا إطلاق حرف ساكن جاء بعده حرف متحرك، حرف ساكن نون ساكنة ستلتقي بحرف آخر متحرك، بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا. كان عندي حرفان، ادخل الأول في الثاني يولي عندي حرف واحد نديرو تشديد يولي ثقيل. مشددا يرتفع اللسان أي المخرج عند النطق بهما ارتفاعة واحدة، ولا يقع إلا في كلمتين. والمقصود به هنا إدغام النون الساكنة والتنوين في حروف الإدغام. إذا التقت النون الساكنة، نعم نعم، إذا التقت النون الساكنة مثاله من بحرف من حروف الإدغام، فالنون هذه تدخل بعدها. الآن ما هي الحروف التي تدخل فيها النون الساكنة؟ الآن متى يكون الإدغام وما هي حروفه؟ يكون إذا وقع بعد النون الساكنة أو التنوين حرف من حروفه الستة، وهي مجموعة في كلمة يرملون. الآن يرملون، يرملون، جيد. عندي الياء حرف الأول، الراء حرف الثاني، الميم حرف الثالث، اللام حرف الرابع، الواو حرف الخامس، والنون حرف السادس. النون الساكنة إذا تلاقت بالياء تدخل داخلها، مثاله من يعمل. احنا في المدرسة قلنا من يعمل، ولكن لما نقرأ القرآن هذا النون تدخل داخل الياء في النطق، الكتابة تبقى هي، ولكن لما نقرأها كيف تصبح؟ النون هذه تدخل داخل الياء، كيف تصبح؟ من يعمل. لذلك قلنا الآن تبعوني، تعريف الإدغام هو التقاء حرف ساكن. ما هو الحرف الساكن؟ نون ساكن بحرف متحرك، من هو؟ الياء، بحيث يصيران حرفا واحدا، يوليه حرف الثاني مشددا يرتفع اللسان، أي ينطق اللسان، كان ينطق زوج، من ولي ينطق حرف واحد، وشنو هو؟ من يعمل. هذا هو حقيقة الإدغام. النون تدخل داخل الياء، خلاص. وقس عليها كذلك الراء، من ربهم. النون بمن التقت؟ بيرملون. إذا التقت النون بحرف من حروف يرملون، هذه الستة فقط تدخل داخلهم. بمن التقت النون؟ بالراء. ما دام التقت النون بالراء ماذا يحدث؟ تدغم فيها، إذا تدخل فيها فتصبح أي الداخل الراء مشددة، تولي من ربهم. فهمتوا؟ هذا هو الإدغام، خلاص. لما تلتقي النون الساكنة بحرف من حروف يرملون، ايش فوق على يرملون؟ أين تدغم النون الساكنة؟ يرملون. إذن في الياء والراء والميم واللام والواو والنون، خلاص. مفهوم الكلام هذا؟ تصبح من ربهم، وراهي النون دخلت الداخل الراء أو الداخل الياء، خلاص. مفهوم الكلام هذا؟ جيد. الآن يكون إذا وقع بعد النون الساكن أو التنوين حرف من حروفه الستة، وهي مجموعة في كلمة يرملون. لكن هذا الإدغام في يرملون ينقسم إلى قسمين، هو نفس العملية، ولكن النطق يولي فيه قسمان، يكون فيه قسمان. إذن نخلو دائما يرملون، وسنرى شيئا جديدا. إلى كم ينقسم الإدغام؟ وما حروف كل قسم؟
الآن هذه يرملون دوك تتقسم على اثنان. ينقسم الإدغام إلى قسمين: إدغام بغنة، إدغام بغنة. وش معناها إدغام بغنة؟ حاب يقول النون تدخل داخل الحرف وتبقى غنة معها. ودوك نشوفوا كيف. في حروف يؤمن، يلا احنا قلنا النون الساكنة أين تدغم؟ في يرملون. يلا نحوس لا يؤمن. هل كاين الياء هنا؟ هاي جبناها هنا. هل كاين الواو هنا؟ هاي جبناها لهنا. إذا الياء، الواو، زيدوا الميم. أين هي الميم؟ ها هي. النون ها هي. إذا النون ستدخل في يرملون، ولكن ستختار حروفا تخلي الغنة تاعها معها. لما تدخل في الحرف هذاك تبقى غنتها ظاهرة، فسمي إدغاما بغنة. نعطيكم مثال: من يعمل. قلنا إذا التقت النون الساكنة بحرف من حروف يرملون تدخل كيش تولي؟ جيد. من يعمل. من يعمل وراهي النون أي الداخل ما تبانش. عندي الياء، هل الياء فيها غنة؟ الياء يعمل. ميسورة فيها الياء هذه ميسورة غنة؟ ما فيهاش. جيد، ما فيهاش غنة. إذا حقيقة الإدغام أنك تدخل النون داخل الحرف. كي تدخل داخل الحرف تولي ما كاشها. لذلك نقرأها من يعمل. ولكن قلنا إدغام بغنة وين؟ في الياء والواو والميم والنون. معناها النون الساكنة إذا التقت بالياء أو الواو أو الميم أو النون تدخل من يعمل وتخلي الغنة هنا. إذا نديروها لون آخر باش تفهموا. هذا للتوضيح فقط. من يعمل النون دخلت، وش بقات برا؟ الغنة. كيف أقرأها؟ ومن يعمل. ومن كاين تشديد. ومن يعمل نزيد الغنة في نفس الوقت. ونجيب الغنة في نفس الوقت. ومن يعمل. ومن يعمل أنطقوها. جيد. كذلك الواو. يلا نشوفوا الواو. مثاله من وال. عندي نون ساكنة. وش جاء بعدها؟ بمن تلاقت النون؟ بالواو. هل النون مع الواو تظهر؟ أين تظهر النون الساكنة؟ مع الهمزة. ما جاتش همزة. مع الهاء، مع العين، مع الحاء، مع الغين، مع الخاء. هنا جت واو موجودة هنا. الواو يرملون. إذا النون تدخل وش تولي؟ جيد. ديروا الشدة. النون هذه داخل. جيد. الآن إدغام بغنة. هل نحافظ على الغنة ولا ما نحافظوش على الغنة؟ النون لما تدخل في يومين وش تبقى برا؟ تبقى غنة. إذن كيف أنطق هنا؟ موال. أنطقوها. لذلك لما تسمعوا الإمام في المحراب يقرأ ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. على ويجيب الغنى خيرا. احنا نقول خيرا يره. على رجح خيرا يره، لأن القرآن هكذا يتلى. هنا تلاحظوا هناك فرق بين قراءة القرآن وقراءة الكتاب. أي كتاب؟ جريدة، جورنال، قصة، كتاب تاع مغامرات. هذا الكتاب مثلا، في هذا الكتاب نمدوا مثال ان شاء الله نلقاوه. حرفا جيد وراه. وريلي جيد. حرفا واحدا وراه يصير حرفا. حرفا تلاقى التنوين معناها الاصل شنو نقول؟ حرفا واحدا. صح كيفاش نقراوها؟ حرفا واحدا. لماذا ما نقولوا حرفا واحدا وفي القرآن نقولوا ومن
يعمل، لأن تلاوة القرآن، هنا لكم فائدة صغيرة. نجي لهذا نقول اقرأ الكتاب، اقرأ أي موضع، اقرأ إدخال الشيء في الشيء. قرأ صح. مثلا واحد شال جريدة نقول له اقرأ، يقول لك ذهب السيد الرئيس إلى، صح. لما نقول له اقرأ القرآن، ومن يعمل، اقرأ القرآن، يلا ومن يعمل. هذه كيف قرينا؟ هذه قراءة. ما هو الفرق بين قراءة الكتاب وقراءة القرآن؟ قراءة القرآن تكون بالترتيل، تكون بالتلاوة، لها صفة خاصة. التلاوة يتلو بعضها بعضا، كيفية خاصة في قراءة القرآن. قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. ما معنى الترتيل؟ أي التتابع، يتبع بعضه بعضا بصفة أو بهيئة خاصة، وهي التجويد. نقول اقرأ كتابك. هل أستطيع أن أقول لأي طالب حاكم يقرأ قصة ونقول له جود القصة؟ هذا نقول لك أتلو القصة، ولا مثلا أتلو كتاب الرياضيات، أو أتلو التمرين ونقول له اقرأ التمرين. صف القرآن ونقول له اقرأ القرآن، ونقول له أتلو القرآن. فلفظ القراءة يعم القرآن وغيره، أما لفظ التلاوة أتلو خاص بالقرآن، كيفية خاصة. لذلك الآن نقول: ومن يعمل من وال. إذا التقت النون بالياء بحروف يؤمن تدغم، تدخل، ستبقى حاجة برا، وكأنني هاي النون الساكنة مثلا، هذه نون ساكنة. خلاص فهمنا؟ احنا قلنا أدغمت يدي في جيبي، أو أدغمت يدي في جيبي، أدخلتها. كي نقول ومن يعمل، دخلت يدي كامل، وش قل؟ ومن يعمل، ولكن النون دخلت خلت شيء برا اللي هو غنتها، فدخلت وبقي شيئا ناقصا منها في الخارج، فنقول ومن يعمل، حب يقول النون دخلت وتركت غنتها، فسمي إدغاما ناقصا، فسمي إدغام، ولكن ناقص، النون خلت شيء منها برا، وهو غنتها. خلاص مفهوم؟ هذا من بين أسباب التسمية وسنراها الآن. تبعوا معايا، درنا الآن كوشينا على، أو علمنا على يؤمن، ياء الواو ميم نون، ياء ميم واو نون. وش بقى لي من يرملون؟ وش من حاجة لي ما الراء ولا إدغام بغير غنة، إدغام بغير غنة. وين الراء واللام؟ حرفان. مثاله الآن نجو إلى الراء واللام. نمدوا مثال من لدنا. الآن نشوفوا الأحكام التجويد. الآن عندي نون ساكنة، إذا عندي أحكام. نشوفوا وش حيجي موراها. ماذا أتى بعدها؟ همزة أم هاء أم غين؟ جاء بعدها اللام. اللام موجود هنا، إذا النون تدغم. كيف تدغم النون؟ بغير غنة. إذا ميم، النون تدخل داخل اللام ونديروا تشديد. الغنة دخلت كلها، النون دخلت كلها داخل اللام. كيف نقرأها إذا؟ من لدنا، من لدنا، من لدنا. أقرأها هكذا، ما قلش من لدنا، من لدنا. وسمي إدغاما كاملا. ماذا سمي؟ لأن النون دخلت كلها هي بالغنة تحت. كذلك فائدة، كي نقول من زيرو، من لدنا. الآن ومن يعمل، قولوا من يعمل بدون تشديد، ومن يعمل مزيرة مليح. كي نجيبوا لها الغنة ومن يعمل تترخف، تضعف،
مثلا عندي انبوب تيو تاع ماء فيه لابريسيون، نقطعه، هل تنقص لابريسيون؟ ما تنقص لابريسيون. كذلك هنا النون لما تدخل في الياء التشديد يضعف عليه، لأن الصوت ينسل من الأنف، يهرب لها الصوت تترخف كما نقول احنا، لذلك سمي ناقصا لنقصه، لأن الغنة بقات برا، إدغام ناقص، ولعدم كمال التشديد. التشديد ماهوش مزير مليح كما ما تكونش كاينه غنة، لما تذهب النون كلها التشديد يكون مزير مليح، من لدنا. إذا أين تدغم النون بغير غنة؟ حاب يقول تروح هي بالغنة في اللام والراء فقط. من ربهم من لدنا، يقول له من رب، مفهوم؟ إذا خلاص النون إذا تلاقات بحرف من حروف يرملون تدخل فيهم. كيف تدخل؟ إذا التقت بيؤمن الياء أو الميم أو الواو أو النون مع نفسها تبقى الغنة. من نصير وش تولي؟ من نصير، ما نقولش من ناصير، ننطق زوج مرات النون، من لساني شو يخدم زوج مرات، من يولي عاد يقول ناصير. وكلام العرب مبني على الخفة، حلو، كلام العرب مبني على الخفة، يقول لك ما تخدمش لسان زوج مرات، ما دام الحرف ننطقه مرة خير. لذلك أدغموا النون في الياء باش يخدم مرة اللسان. من يعمل، ما دام مقراب ننطقوا حرف واحد، الثاني من يعمل، ونجيبوا الغنة باش نبينوا بهذه من يعمل أصلها من يعمل. كي تسمع الغنة تعرف باللي الياء ما فيهاش غنة، إذا أصلها من يعمل. ومن يعمل من وال مع الميم، من ماء، مما كذلك مع النون، من نصير، وسنرى أمثلة بإذن الله تعالى. مفهوم الكلام هذا؟ إذا النون أين تدغم؟ في يرملون، تدخل فيها، ثم إذا دخلت في الياء أو الواو أو ميم النون تبقى غنتها، إذا التقت بالراء واللام تذهب غنتها. هذا شيء أول. الآن فائدة صغيرة، فائدة الآن لما متفوائد بعض الفوائد، أي مما يحسن القراءة به ويجتمع فيه كل القراء، سواء كان من طريق الشاطبية أو الضرة أو الطيبة. هكذا؟ نعم. قلنا الإدغام هو إدخال حرف ساكن في حرف متحرك. من هو الحرف الساكن هنا؟ النون. حرف متحرك النون، هل تدغم في الياء؟ نعم، لأنها من حرف يرملون فتدخل. الأصل، ما هو الأصل؟ من يعمل، النون تدخل كاملة، هذا هو الأصل في الإدغام. من يعمل، هذا هو الأصل. خلاص. فالإمام حمزة بن حبيب الزيات أدغم النون في الياء. كيف أدغمها؟ أدخلها، ولكن ما يجيبش الغنة، يدخلها كامل كما من ربهم، فيصبح عنده من باب الإدغام بغير غنة. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وكذلك الكسائي الدوري، يعني الكسائي من طريق طيبة، هاي نستهل لكم فائدة. ومن يعمل، إذن هو المهم العملية الإدغام حدثت. احنا جينا نتعلموا أحكام التجويد. ما هي أحكام التجويد؟ نتعلموا الإظهار ونتعلموا الإدغام والقلب والإخفاء. الآن القاعدة، كل القراء يدغمون النون في الياء بغنة، كل القراء. انفرد حمزة فقط ولم يأتي بالغنة، لأن أصل الإدغام إذهاب الحرف الأول كله، يذهب، يدخل قاع، يروح، هذا أصل من أصوله. ولكن عملية الإدغام ما هي؟ إدخال حرف ساكن في حرف متحرك. احنا إمام ورش كيف يقرأ؟ يؤمن، النون مع يؤمن إدغام بغنة. كيف يقرأ إمام ورش الراء مع اللام؟ إدغام بغير غنة. هذا ما يفيدنا. خلاص. وكذلك من القراء من أدغم في اللام بغنة، من لدنا، مفهوم؟ من لدنا، كالإصبهاني مثلا، نعم، يخلي الغنة، من لدنا، من ربهم. ولكن المهم ما هو الإدغام؟ إدخال حرف ساكن في حرف متحرك. إذن كل القراء يشتركون في هذا المصطلح الإدغام، ثم اختلفوا، هناك من يذهب الغنة كاملة وهناك من يبقيها. احنا الإمام مرش يبقي الغنة في يؤمن ويذهب الغنة في
اللام والراء. خلاص، من طريق الأزرق. نحن نقرأ من طريق الأزرق. مفهوم الكلام هذا؟ خلاص، جيد. الآن ما هي الغنة؟ ما هي الغنة؟ أقول لكم الغنة هي صوت يخرج من الخيشوم لا عمل للسان فيها. الخيشوم هذا مش النيفة، هو الثقب الذي يوصل الأنف بالفم. عندنا ثقبة يدخل من الهواء، هذاك المزمار هذاك لما يخرج منه الصوت يمد صوت جميل. هذا الصوت يخرج من هنا. هذا المزمار لما يخرج منه الهواء يمد صوت جميل. هذا الصوت الرخيم الجميل هو الغنة. وهذا الصوت الجميل يكون في حرفين فقط. يكون في النون أن، ويكون في الميم أم، حرفان فقط. عندنا 29 حرف. حرف النون وحرف الميم هما اللي فيهم هذا الصوت الغنة، لذلك كانت لهم أحكام زائدة على باقي الحروف. مفهوم؟ ما هو الإدغام بغنة؟ هو بقاء غنة النون الساكنة أو التنوين عند إدغامهما في حرف من حروف يؤمن، كما قلنا من يعمل، كذلك صراطا مستقيما، من نصير. الآن في الجدول ستطبقون الإدغام. مفهوم؟ كيف نقرأ الإدغام بغنة؟ تجويدها أن تنطق الحرف المدغم فيه. الآن عندي من يعمل، النون أين ستدغم؟ في الياء. ما هو الحرف المدغم فيه؟ هو الحرف الثاني. إذا تنطق الحرف الثاني مشددا، ننطق الياء مشددا، من يعمل. كذلك هنا من لدنا، وش ننطق؟ الحرف الثاني مشدد، من لدنا، مع الغنة في زمن واحد. حب يقول التشديد والغنة في نفس الزمن. سنطبق هذه الأحكام بإذن الله. يلا. كذلك ملاحظة في باب الإظهار، قلنا بأن النون الساكنة تأتي مع حرف الإظهار في كلمة، تتلاقى في كلمة وتلتقي في كلمتين. أما في الإدغام فيكون الإدغام يكون في 2 كلمات فقط. النون هي الأخرى والحرف الأول في الكلمة الثانية. أما في كلمة لا يوجد وسنرى. الآن مع الياء هنا حرف الياء فمن يعمل، التقت النون الساكنة بالياء، كيف نقرأها؟ فمن يعمل. يعودوا. الآن التنوين وجوه يا. الآن وجوه، شوفوا وجوه. يلا نشوفوا وجوه. هذا مثال على الإدغام. وجوه صح، وجوه يومئذ. جيد. وجوه، هل عندي نون ساكنة؟ ما عنديش نون ساكنة، ولكن عندي التنوين. وقلنا البارح بأن التنوين عبارة عن نون ساكنة. وجوه هكذا أصلها، كي تسمعوها وجوه صح، إذا ظهرت النون هذه ستدخل في الياء. إذن كيف نقرأها الآن؟ وجوه يومئذ. يلا عودوا. طولوا شوية باش تتعلموا فقط. وجوه يومئذ. حسيتوا بالإدغام؟ الغنة والتشديد في نفس الوقت. الآن النون مع النون تلتقي بنفسها، تدخل داخل، تولي من نعمة. لازم قاعد تقرأوا، حتى قلت لكم لابد من تلقي. ماشي كي تعلم النون فيها دخلت خلاص. ومن يعمل، كيف نقرأها؟ الأصل أنك تطبق. الآن عظاما نخرة. الآن النون مع الميم، مال. الآن التنوين هذا مع الميم، مرفوعة مطهرة.
الآن الواو النون هذه مع الواو من ولد وفاكهة وأبا. لازم قاعد تقرأ، ما كاش واحد يحشم، اللي يحشم ما يتعلمش. في الصطاد تغنوا وفي القرآن تحشموا. ها لؤي ضحكوا في الصطاد مليح. نعم. الآن ما هو الإدغام بغير غنة؟ هو عدم بقاء أثر للنون الساكنة والتنوين عند إدغامهما في اللام والراء من ربهم. يا أخي قلنا النون تدخل في الراء فتذهب به بالغنة تاعها، نقولوا من ربهم من لدنا، من ربهم من لدنا، فالنون تدخل كلها داخل اللام. كيف نقرأ الإدغام بغير غنة؟ تجويدها أن تنطق الحرف المدغم فيه، أي الحرف المدغم فيه شكون؟ الراء أو اللام، مشددا من غير غنة. حاب يقول النون تدخل داخل الراء كاملة، ما تبقاش الغنة برا. الآن وهذا جدول به أمثلة الإدغام بغير غنة. نقرأها الآن. اللام مع النون مع اللام. ملينة، شدوا مليح. ملينة متاعا لكم. الآن الراء عن ربهم غفور رحيم. البارح تعلمتوا الإظهار، اليوم تعلمتوا الإدغام، تعلمتوا تقرأوا الإدغام بغنة والإدغام بغير غنة. وهذه الأحكام سبحان الله، هذا خاصة الإدغام. هنا وين القارئ يتمتع في القراءة، كيكون يقرأ يتمتع كما نقولوا احنا. وكذلك لما تسمع الإمام يقرأ، هنا وين يتفنن كما يقولوا، يلحن القراءة لا يخرجها عن أصلها. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. هنا القراء وين يتفنوا، وين يجيبوا جمال القراءة في مواضع التغني. هذه مواضع التغني، لأن هناك حروف لها صبغة جمالية أو صبغة تحسينية، كالمدود، الإدغام، الإخفاء، القلب. مفهوم الكلام هذا؟ هنا تبان تجويد القرآن. والقارئ يتلاقى بزاف بهم هذو الإدغاء، الياء مع النون مع الواو، في كل الصور ربما يلتقي بهم. فلا بد أن يتعلم كيف يطبق هذه الأحكام وحافظوا على الصفة هذه، حافظوا على الصفة. ماشي مثلا غدوة نقول لكم تقولوا لي ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، أنا ما قريتكش هكذا، هذا صح إدغام يا أخي. ومن يعمل، أنا قريتك ومن يعمل، هذا طويلة شوية. كي تسمع حكم لازم ترجحه لي. أعطيتك بضاعة رجعها لي كما هي، نسلف لك ستيلو رجحه لي بالبوشون، ترجحه ليش بلا بوشون. كذلك الآن علمتك تقرأ الإدغام. ومن يعمل، ماشي كي تجي تقرأ تقول لي ومن يعمل شوية وتروح جوز تخطف، لا، للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. ما تزيدلوش بزاف. ومن يعمل ورايح، لا، أنا ما قريتكش هكذا. وما تقولش ومن يعمل مثقال، لا، ومن يعمل. حافظوا على الوزن هذا. هاي القراءة التي تؤخذ عن الشيوخ. علاش قلنا لكم لازم تقرأوا القرآن شيخ متقن مجود أخذ القرآن عن شيخه باش يعطيكم كمية الحركات وكمية الإدغام والإخفاء وكيفية الإدغام. مفهوم الكلام هذا؟ هاو سر القراءة، هذا هو سر التلاوة. مفهوم؟ الآن هل يكون الإدغام في كلمة؟ مقبلوش قلنا النون مع الياء كي يتلاقوا في كلمة ما نجيبوش الإدغام. النون إذا التقت مع يرملون في كلمة ما كاش إدغام، منعه العلماء. لا يكون الإدغام في كلمة. أما إذا وقعت النون الساكنة مع حروف الإدغام في كلمة واحدة وجب إظهار النون، ويسمى إظهارا شاذا، وهي دنيا، نون ساكنة مع الياء. مقبلوش قلنا قاعدة إذا التقت النون بالياء ماذا يحدث؟ إدغام.
الأصل كيفاش نقراها هذه؟ دنيا. صح عندكم الحق، سوا هنا صنوان، نون الساكنة مع ما تلاقات مع الواو، هايك الواو هنا، إذا كيفاش نقراها؟ منوال صنوان. كذلك بنيان، ولكن هذا ممنوع في القرآن. لم تأتينا القراءة عن شيوخنا بهذه الصفة. شيوخنا ماذا قالوا؟ إذا التقت النون مع الياء في زوج كلمات فقط يجب الإدغام. أما إذا التقت هنا نظهر، كيف نقرأها؟ دنيا. احنا واش معرفين نقولوا؟ من آمن نقولوا من، أو ينأون، كيفاش نقراها؟ ينأون. هنا كيفاش نقراها؟ دنيا. كيف ولكن الإظهار يكون غير مع الهمزة والهاء والعين والحاء. هكذا عمي محمد، والغين والخاء. عمي محمد الإظهار يكون غير مع الهمزة والهاء والعين والحاء. الآن كيفاش نقول لكم الآن النون مع الياء تظهر. والإظهار سميناه شاذ. لماذا؟ خرج عن الإظهار المعروف. الإظهار المعروف هو مع النون تظهر مع الهمزة ماشي مع الياء، فسميناه إظهار شاذ لأنه خرج عن المعهود، عن الإظهار أو الاصطلاح المعروف أنها تظهر مع الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. أما هنا فتظهر، فهنا تظهر. لماذا؟ نعطيكم فهمكم القاعدة الصغيرة. قال العلماء لئلا تشتبه هذه الكلمات بالمضاعف. هناك كلمة هي صوان هكذا، صوان، هذه صوان. وهنا وش عندي؟ صنوان. هل صنوان وصوان كيف؟ حتى في المعنى ماشي كيف. صح يقول أنا صوان، فيعتقد القارئ أنها صوان، والله عز وجل ماذا قال في القرآن؟ صنوان، لكي لا يختلط السامع لما يسمع باش ما يذهبش المعنى. فلئلا تتشبه هذه بهذه، هذه مضاعفة الواو، هذه أصلها صوان، زوج واوات، صوان، وهذه أصلها صنوان. لئلا تشتبه هذه الكلمة بالمضاعف، أي مضاعف الواو، هذه عبارة عن زوج واوات. كذلك الدنيا، هناك كلمة اسمها الدنيا. هل الدنيا والدنيا كيف؟ ماشي كيف. لما نقول أنا دنيا، هل تقصد الدنيا ولا الدنيا؟ لكي لا تختلط المعاني. لذلك منعت إدغام النون في الياء هنا، والنون في الواو هنا، والنون في الواو هنا، والنون في الياء هنا، فنقرأها بالإظهار. لذلك الإدغام يكون في كلمتين فقط، زوج كلمات، ما يكونش في كلمة. خلاص؟ ما هو القلب وما الآن كملنا الإدغام. نديروا مراجعة خفيفة. احنا قلنا بأن النون الساكنة لها أحكام. ومن صراط الذين أنعمت، عندي نون ساكنة أنعمت، كي كنا نقرأ النون ساكنة وش جنب وراها؟ عين. وش عندها؟ إظهار، لأن حروف الإظهار هي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، فالنون تظهر. صراط الذين أنعمت تظهر. فالإظهار يكون عند 6 أحرف. ثم إذا التقت النون الساكنة ب6 أحرف أخرى وهي يرملون تدخل فيها. فإذا التقت بيؤمن 3 أحرف يؤمن تدغم فيها بغنة. ومن يعمل من وجوه يومئذ من نصير. وإذا التقت باللام والراء تدغم بدون غنة، تذهب غنتها. من ربهم من لدنا. مفهوم؟ أنا تعلمت الإدغام. الحكم الثالث وهو القلب. النون البارح شبناها بامرأة. قلنا البارحة بأن النون الساكنة مثل المرأة، مثل الزوجة. الزوجة إذا التقت مثلا بأم الزوج تاعها تظهر شعرها، يديها، تظهر زينتها المحللة كما يقولون، مثلا الشعر تاعها تطلقه عادي، تظهر. كذلك النون أين تظهر؟ أمام 6 أحرف، الهمزة والهاء والعين والحاء. وقلنا البارحة بأن النون الساكنة أو المرأة أو الزوجة إذا التقت بأبنائها تدخلهم في صدرها. كذلك النون الساكنة تدخل في يرملون، تدخل فيهم. وقلنا بأن الزوجة
إذا التقت بامرأة لا تحبها أو بضراتها مثلا يتقلب وجهها، تولي مرأة واحدة أخرى، ممكن تكون عاقلة تولي تشوفها قبيحة، جامي شفتها هكذاك، تضحك عبد الرحيم. نعم. كذلك النون الساكنة إذا التقت بأحد الحروف تنقلب، تولي ماشي نون كامل، تقلب. أين تقلب؟ ما هو القلب وما حرفه؟ القلب أو الإقلاب لغة التحويل، تتحول. اصطلاحا هو قلب النون الساكنة أو التنوين ميما. النون كانت نون، وش ولات ميم. كانت نون تقلب تولي ميم. نعرف نشوفوا لماذا. ميما مخفاة تولي ميم ثم تختفي مع الغنة عند الباء، وحرفه الباء فقط. النون الساكنة إذن النون الساكنة إذن من بعد النون لما تلتقي بحرف الباء تنقلب تروح. وش تتقلب؟ تولي ميم. كانت نون ولات ميم، إذن تولي ميم ساكنة. كانت نون ولات ميم. كيف نقرأها؟ من بعد، ثم نخفيها مخفاة عند الباء، نجيب الغنة من بعد نحط الشفتين شوية فقط على الميم. من بعد أنطقوها. كانت من بعد وش ولات؟ من بعد. هذا هو القلب. لذلك في المصحف لو كان تشوفوا المصحف النون الساكنة يدير لكم واحد الميم هنا في الوسط. كاين في المصحف هذيك تكون تقراو، شوفوا تكون النون ساكنة مع الباء تلقاو يدير لكم ميم، معناها ما تقراوش هذه، يقراو من الناس صوتي مباشرة لهنا تولي من بعد. عاونوكم في المصحف داروا لكم ميم صغيرة بين النون والباء، لأن الميم تتقلب، ما تقراش من بعد. وش تولي؟ من بعد. وما تزيروش، ما تقولش من خطأ، من شوية فقط. من بعد هذه أحد الأوجه الصحيحة في القراءة. هناك وجه ثاني كذلك، هو تفتح شوية من بعد. سنحافظ على هذه فقط شوية فقط. من بعد أنطقوها. هذا ايش معنى انقلبت؟ كانت نون ولات ميم. هذا ايش معنى حكم الإقلاب؟ فهمتوا الإقلاب؟ كانت نون ولات ميم، علاه؟ تلاقات بالباء، ما تحبش الباء لحكمة، ودوك نشوفوا لماذا. خلاص الآن نقراو من بعد. أقراو سميع بصير. كذلك هنا عندي تنوين، هذا التنوين تلاقى بالباء والميم، لأن التنوين عبارة عن نون ساكنة هكذا. جيد. كيف نقرأ الإقلاب؟ أي كيف ننطقه؟ تجويده أن تنطق بميم ساكنة بلطف، أي ما تزيرش عليها، من غير ضغط للشفتين، مع غنة من الأنف، وتنفتح شفتيك آخرا بالباء. أمثلة الإقلاب: أنبتكم تولي أنبتكم. يلا من بعد. الآن الإقلاب أو القلب يكون في كلمة، النون مع الباء في كلمة، إذن الإقلاب يكون في كلمة ويكون في كلمتين. إدغام فقط ما يكونش في كلمة. الآن عليم بذات الصدور. الآن أنبئوني، النون ساكنة مع الباء. أنبئوني. الآن من بخل. سميع بصير. الآن راكم تعلمتوا نطق جديد، راكم تعلمتوا تقرأوا القرآن. هذا بلا عقل تتعلموا تقرأوا القرآن قراءة صحيحة. شوف بساطة، أمر سهل، ما كاين حتى حاجة صعيبة، كله سهل. ما هي علامة وضبط الإقلاب في المصحف؟ ضبط الإقلاب: حذف السكون من النون. إذن
هنا في المصحف تلقاو النون خالية من السكون. هنا بعد النون هذه ما يديروا لها السكون هنا بالعاني. هذا عنده علاقة بضبط المصحف، الضبط المصحفي. يهمكم الآن ما هو يهمكم؟ عندي نون ساكنة جمعها باء. هذا الميم هذه اللي داروها هنا هايلك باش من النون ما نقراوهاش، نقراو الميم من بعد. مفهوم؟ أي بين النون والباء. مفهوم الكلام هذا؟ إذا تعلمنا الإظهار وتعلمنا إدغام وتعلمنا القلب أو الإقلاب. فالإظهار يكون عندما تلتقي النون بشحال؟ ب6 أحرف. ما هي؟ الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. النون أين تدغم؟ إذا التقت ب6 أحرف كذلك. ما هي؟ يرملون. ايش فاهم الكلمة هذه؟ يرملون. الآن كنتم تعرفوا والو، الآن أخذتم علما، أنتم تعلمتوا علم. الله عز وجل أكرمكم بهذا العلم. الله عز وجل يبثه فيكم. النبي عليه الصلاة والسلام وما هو على الغيب بضنين، في قراءة بضنين، أي النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن بخيلا وإنما علمنا ما علمه الله. فالعلم يؤخذ. الآن النون الساكنة إذا التقت بيرمل تدخل في الياء والراء والميم واللام والواو والنون. أما إذا التقت بيؤمن تبقى الغنة تاعها. من يعمل من وال مما من نصير. وإذا التقت بالراء واللام تذهب غنتها. من ربهم من لدنا. ثم النون إذا التقت بحرف واحد تقلب ميما وتخفى. من بعد وش لي؟ من بعد. خلاص؟ مفهوم الكلام هذا؟ خلاص الأمر سهل. تعلمنا شحال من حكم؟ الإظهار، إدغام والقلب. والإدغام تعلم إدغام بغنة بغير غنة، والقلب أو الإقلاب. بقى لنا حكم واحد ما هو؟ هذا نخليه غدوة إن شاء الله باش ما نكثروش المعلومات، باش غدوة إن شاء الله نتعلموا حكم آخر. إذا تعلمنا الإظهار والإدغام والقلب والإخفاء الرسالة كلها سهلة. لماذا؟ لأن قلت لكم البارح لازم تحفظوا وش معناه الإظهار. الإظهار إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة زائدة في الحرف المظهر. ما هو الإدغام؟ إدخال حرف ساكن في حرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا. يرتفع به اللسان ارتفاعا واحدا. وهنا إدغام النون الساكنة هي الحرف الأول والحرف الثاني هو حرف الإدغام. هذا تعريف عام للإدغام. ما هو القلب؟ قلب النون الساكنة والتنوين ميما مخفاة بغنة. غدوة نعرف وش معنى الإخفاء. إذا حفظتوا هذه المصطلحات وعرفتوا معانيها الرسالة حنجوز عليها مباشرة. لماذا؟ هذه الأحكام راح تتعاود. بعدها ستأتي باب الميم الساكنة. كم لها من حكم؟ إظهار، إخفاء وإظهار. إدغام، إخفاء وإظهار. نفس المصطلحات، نفس العملية. نعرف فقط الميم أين تدغم وأين تظهر وأين تخفى. ثم بعدها إذا التقينا أحكام لم أل ولم أل. كم من الحكم؟ حكمان: تظهر، تدغم. وش معناها تظهر؟ معناها تبان يا أخي، تعرفوها. ما معناها تدغم؟ تدخل في الحرف الذي بعدها. ونحن أتينا على كل أبواب أحكام التجويد. الصح قعوا هنا. هذه المصطلحات الأربعة من حفظها وفهمها وعلم معانيها وكيف يطبقها الرسالة كلها سهلة، ما كاش حاجة صعبة. نعم شيخ عبد العزيز. ارتفاع واحدة، أي الفم اللسان يعمل عملا واحدا. إيه نعم، الغنى مخرج الخيشوم لا عمل اللسان. جيد، نعم لكم فهمك. قلنا اللسان يرتفع بها. يلا نديروا مثال. من حبيت بغنى من يعمل. يلا هيا شاركوا كامل. من نون باش تلاقت ما هو حكمها؟ تدغام. تدغام. جيد. إذا النون تدخل، النون تدخل داخل الياء، تولي الياء مشددة. هذا الإدغام بغنى ولا بغير غنى؟ بغنى، لأن الياء من حروف يؤمن. كيف نقرأها؟ ومن يعمل. جيد. الشيخ عبد العزيز، احنا قلنا الغنى والتشديد في نفس الوقت. إذن الياء والتشديد والغنى في نفس الوقت. لسانك وش خدم؟
نطق الياء. إذا عمل عملا واحدا، حب يقول ما نطقش النون من ونطق الياء، نطق حرفا واحدا. النون ذهب مخرجها خلاص. لا خطأ وشك فاهم. خطأ. وش من الحرف اللي راح هنا، النون ولا الياء؟ إذا ذهب مخرج النون. إذا اللسان وش كان يخدم في مخرج النون بالعقل، كان يخدم في مخرج النون. العمل الأول من يعمل، من كي نقرأ الجورنال وش نقول؟ من يعمل. الآن اللسان وش واسع، راح للنون من، هذا العمل الأول. بعد عودوا للسان راح للياء، وش قال؟ من يا، انطق النون وانطق الياء. كي نحيت له النون هل اللسان يخدم؟ هل اللسان يخدم هنا؟ هذا أين عمل اللسان؟ إذا عمل عملا واحدا. ونجيبوا الغنة من الأنف، قلنا في نفس الوقت ما عندوش اللسان علاقة بالغنة. ومن يعمل، لساني كيف عمل؟ خدم خدمة واحدة باش ينطق النون والياء. وش نطق الياء وحده، ارتفع بالياء فقط، مفهوم؟ وأتى بالغنة من الأنف. زيد شكون عنده سؤال؟ ما كاش فهمتوا كلها أمر سهل. الله أمر سهل. هنا الآن فهموا الأصل فقط، ما يهمكمش الفرع. هنا نمد ملاحظة فقط أو فائدة. كثير من الطلبة أو بعض من يعلم التجويد، ما يمكن ما احنا يعلم التجويد، مثلا متن تحفة الأطفال تعرفوه، ومتن الجزرية. في أي جزرية، في أي رواية وضع الجزرية؟ حفص. وتحفة الأطفال تعال. وتحفة الأطفال في أي رواية؟ نعم هذا خطأ. بزاف يقول في الجزرية في رواية حفص. لا أحكام تجويدي كل القراء. إذا كل القراء يدغمون وكل القراء يظهرون، كل القراء يخفون، فقط الخلاف أين يدغمون وأين يخفون. في الجزائر وش يقول؟ وفي ضنين الخلاف سامي. هل الحفص عنده خلاف في ضنين يا شيخ عبد العزيز؟ وفي ضنين الخلاف سامي، صح؟ أي بالضاد ولا بالضاء؟ خلاف، ذكر الخلاف. هل الحفص عنده خلاف؟ إذن الجزائرية وضعت لكل القراء في أنها في التجويد وليست في القراءات. بزاف يقولوا الجزائرية في أحكام حفص، خطأ. المخارج والصفات يبدأ بالمخارج، فألف الجوف وأختها وهي، حروف مد الهوائد، هذا خاصة بحفص. كل القراء حتى تحفة الأطفال لكل القراء. لما قال في المد والمد واجب وجائز أتى، وجائز لكل القراء، واجب لكل القراء. المتصل واجب لكل القراء، والجائز جائز لكل القراء. المتصل واجب المده، ثم اختلفوا في الكمية فقط. واجب المده ماشي واجب المده 6 ولا 5، لا، واجب المده. إذن هذه ملاحظة. متن الجزري لم يوضع في رواية حفص ولا في رواية ورش ولا في رواية حمزة، لا، لكل القراء. أحكام تجويد لكل القراء، مصطلحات تجويد لكل القراء. نعم يجيب في يومين، هذا اللي يومينه عنده الغنة في يومينه، وعنده عدم الغنة في رلة، ويزيد الغنة في رلة. أخي قلنا هكذا وهكذا. من مصطلح الإدغام هذا هو. هنا من الآن ورش من طريق الأزرق إدغام بغنة في يومين ومن غير غنة في رلة. هذه فقط ملاحظة لكم ولمن يرى. مقدمة في أحكام التجويد، مفهوم؟ هذا خطأ يطيح فيه بزاف الطلبة ومن يعلم التجويد كذلك. لذلك نقول لهم إذا احذفوا وفي ضنين للخلاف سامي. احذفوا باب المخارج، مخارج كل القراء ماشي خاصين بحفص، مفهوم؟ هذه ملاحظة ماشي لكم، لا نشوف. حتى كان بعض المتابعين ما شاء الله عندهم رصيد لكي ننزع بعض التشويشات أو التشويش الحاصل في هذه المتون. لأن هناك من شرح تحفة الأطفال، الشيخ الضباع. هذا الشيخ الضباع رحمه الله تعالى من كبار قراء مصر، يسمى إمام العصر في التجويد والقراءات، وقرأ عليه كبار القراء، قرأوا عليه القرآن، منهم عبد الباسط والشيخ المنشاوي، قرأوا عنده القرآن. الشيخ الضباع لما شرح تحفة الأطفال، لما أتى بالأمثلة حتى لأبي عمرو البصري، لورش، لكل القراء، الكسائي، لحمزة، في المودود كذلك. لماذا؟ لأن المودود لكل القراء. مفهوم الكلام هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لابد لنا كذلك أن نحتفي بعلمائنا.
لأن في الجزائر علماء كبار في القراءات، علماء كبار في القراءات. الآن ذكرنا الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى، هو شمس القراء وخاتمة المحققين، قام بعمل جبار، كان يسافر ويقرأ ويجمع القراءات، فحافظ على نصيب كبير من القراءات، لحقتنا القراءات اللي قرأ بها، قام بدور جزاه الله عنا المسلمين خير الجزاء. ولكن لابد أن لا ننسى الشاطبي والداني والإمام الهذلي الجزائري، يقولنا عنده كتاب في القراءات فيها 50 قراءة، 10 قراءات زائد 40 زائدة، أصلهم بالسكرة. إمام الهذلي البسكري رحمه الله تعالى، لا يوجد في علماء القراءات من له مشايخ كما الإمام الهذلي، عنده 360 شيخ، ورحل رحلة عجيبة من شمال إفريقيا، من غانا إلى فرغانة ما وراء النهرين، يبحث عن من يقرأ ويقرأ ويعلم ويتعلم. وين يلقى امرأة يقرأ عندها، طفل صغير يقرأ عنده، والرجل يقرأ عنده، المهم يجيب العلم. الإمام البوجليلي رحمه الله تعالى من منطقة القبائل، له كتاب التبصرة. الشيخ البشير العدلي من بجاية، سميتها تبصرة المبتدئين لإخوتي ولجميع المؤمنين، أذنت فيها للذي قد نظر خطأ أن يصلحه إن نظر، لأنني من أبناء العشرين والعقل يكمل ل40، فاقبل عذري ناظرا كتابي وفقنا الله إلى الصواب. هذا من منطقة القبائل، عالم كبير، في عمره شحال؟ في العشرين، ربما 22 23 أو 25 حتى 29 سنة، كان عالما في القراءات. وكان في فترة الاحتلال أو قبلها بقليل فقط، لما دخلت فرنسا أهلكت الأخضر واليابس. الجزائر فيها كثير من العلماء. هنا في سحاولة كان عندنا علماء في منطقة سحاولة. منطقة سحاولة المسجد القديم كان في كما في سيدي محمد، مقبرة سيدي محمد، نعم. ثم كان كاين عالم كبير جدا، الشيخ الرابحي، الإمام الرابحي رحمه الله تعالى. هذا كان هنا إمام في سحاولة، كان يحفظ عنده القرآن. عندي خالي قرأ عنده شوية قرآن، الشيخ الرابحي. هذا مفتي شكون؟ مفتي البوليدة، كان مفتيا. أحد الباحثين الشيخ عبد الرحمن دويب، هذا ربي يحفظه إن شاء الله، من كبار الباحثين، هذا شيخنا وعاوننا بزاف أمور في البحث. لما كان يبحث على الشيخ الرابحي وجد له كتبا، عنده 30 مؤلف، ألف 30 كتاب. تقول لي سحاولة فيها عالم؟ نعم سحاولة فيها عالم. هم الجزائر قالوا ما الجزائر فيها علماء، سحاولة فيها عالم كبير ما يعرفوهش الناس. الشيخ الرابحي هذا قالوا هذا الباحث 30 كتاب، ألف 30 كتاب، عنده ألفية في الفقه والنحو، عالم كبير. وكان مفتي تاع البوليدة، وتوفي الله عنه في القليعة، كان مفتي في القليعة وتوفي. باش تعرفوا بلادنا فيها العلماء، احنا اللي جاهلين، ما نعرفوش قيمة الرجال وقيمة الأئمة وقيمة حفظة القرآن. احنا دائما نشوفوا في التلفزيون ولا في الانترنت واش كاين لهاه، وجارك هنا عالم ما كاين والو. نعم، هنا الامور التصورات هذه لازم نحوها. او الشيخ طارق يتعجل ربي يحفظهم، كبار الفقهاء والعلماء، كبار القراء كذلك. جمع القراءات في بجاية في زاوية سيدي أحمد ويحيى هذه بأماله. هذا صاحب الزاوية كان من كبار العلماء، ورحل رحلة في طلب العلم حتى إلى فاس، قرأ فيها القراءات في الزاوية هذه، وجمع القراءات العشرية، نافع العشرية، حتى أصبحوا من السعودية الآن يبحثوا على الشيخ طاب يحلوا باش يقرأوا عنده. مش بمعنى يحلوا معناها يفتخرون لكي يقرأوا عنده ويحصلون هذا السند الجزائري. هناك سند جزائري في القرآن، الشيخ طاهر عن شيخ السعيد اليجري، عن الشيخ أوتمليلين الشريف من منطقة تيزي وزو، عن الشيخ البوجليلي البجائي، عن الشيخ السعدي، عن شيوخ طاهر الجنادي إلى غير ذلك. عن هذا الشيخ إلى الشيخ عبد الرحمن يلولي صاحب الزاوية الشهيرة، سند جزائري في القرآن. احنا نقولوا ما عندناش علماء، يا ما عندناش الناس الفاهمة، شي ما عندناش علماء. لذلك لابد أن تعلموا قيمة بلدكم، هذا البلد الكبير الجزائر، بلد العلم والعلماء. الهذلي قلت لكم عنده كتاب فيه 50 قراءة، أكبر كتاب، عنده 360 شيخ، منهم بالسكرة، هذا علماء القدامى، الشيخ المشدالي وابن مرزوق التلمساني إلى غير ذلك من العلماء. هذه بلد العلماء، باش تعرفوا انتم قيمتكم كذلك، لأنكم قادين تولوا علماء. ما تحتقروش نفسكم، الله عز وجل هو يعرف أن يضع هذا الخير.
عليكم فقط بالاجتهاد والطلب ومعرفة قيمة الرجال. لازم تعرفوا بعد من تقرأ. هذا الإمام الحصري رحمه الله تعالى، هذا من علماء القيروان تونس. الإمام الحصري هذا رحمه الله، الطلبة كانوا زاهدين في الحلقة، ما يجوش يقرأوا عنده. لا، رأيت الورى في درس علمي يتزهد، فقلت لعل النظم أحظى من النثر. ألف منظومة، فقلت لعل النظم أحظى من النثر، ولم يكن يدرون ورشا قراءة، فكيف لهم أن يقرأوا لأبي عمري؟ فألزمت نفسي أن أقول قصيدة أبث بها علمي وأجري إلى الأجر، فيا رب عذر للبخيل بماله. البخيل معذور كما مثل الماء، وما لبخيل بالمسائل من عذري. من الذي يكتم العلم بخيل بالعلم ما عندوش عذر. فجئت بها فهرية حصورية، هي هذا عن المنظومة تاعو. الفائدة هنا وش قال؟ قرأت السبعة، القراءة السبع. شحال قراها من مرة الشيخ تاعو؟ قرأت السبعة 90 ختمة. قرأت 90 ختمة الشيخ تاعو. نعم، قرأت السبعة 90 ختمة. بدأت ابن 10 وأتممت في 10. بدا كان في عمر 10 سنين، وفي كي لحق في عمر 20 سنة كان قرأ 90 ختمة الشيخ تاعو. شوفوا همة العلماء، وشوفوا الطلبة كيفاش دايرين. شوفوا اللي يقرأ القرآن والذي يحتفي بالعلم يقول أنا طالب علم. قرأت السبعة 90 ختمة، بدأت ابن 10 وأتممت في 10، ولم يكفني، ما كفانيش هذا الشيء، حتى زاد قرأ عن شيوخه آخرين. ولم يكفني حتى قرأت على أبي علي بن حمدون جلولي الحبري، وعبد العزيز المقرئ بن محمد أثير بن سفيان، وتلميذه البكري أئمة مصر. كنت أقرأ مدة عليهم، أي مدة. ويذكر إلى آخر الأبيات. الآن راحت لي، أنا كنت أحفظ هذه المنظومة، فيها 209 أبيات. المنظومة هذه رائعة لمن يحفظها، منظومة رائعة لإمام الحصري في قراءة نافع ورش وقالون. إذا قلت أبياتا حسانا من الشعر فلا قلتها في وصف خل ولا إلى غير ذلك من الأبيات. الله راحت لي، لازم نعود نراجعوها إن شاء الله. مفهوم؟ إذن لابد لكم من الحفظ. الحاجة الأولى الحفظ، لابد لكم من الحفظ، ولابد لكم أن تجلسوا للقراءة على الشيوخ. هذا المجلس سبحان الله فيه بركة، تحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده. يقدر يجي واحد يسمع جاء تخلق الله على الريح، الله غتقيسوا البركة، وربما يقيس الله برحمته واللي هو العالم فينا ولو احنا نقراو عنده. وقيتكم قصة خالد الأزهري. خالد الأزهري هذا من علماء مصر، له مؤلفات شرح الأجرومية إلى غير. العلماء ما يقروا في كتاباته. هذا خالد الأزهري معذرة، خالد الأزهري كان يشعل الشمع في الأزهر، خدام يشعل الشمع، وكبير في السن، بدا يقرا كبير، كان يشعل الشمع، يجوز على المسجد يشعل، والطلبة يقراوا، طلبة العلم. مرة كان واحد الطالب يقرا تحت البوطو كما نقولوا احنا، شعل له الشمعة قطرت عليه، قال له يا أخي جاهل يا أخي. هذه الكلمة بدا يقرا ولات عنده مؤلفات وأصبح من كبار العلماء، وكان كبير في السن. تقول لي أنا كبير ما نقدرش نقرا، لحيتي بياضت ومن بعد الصحابة وقت دخلوا في الإسلام. أبو بكر كان طفل صغير كيدخل في الإسلام وبعد حفظ القرآن، دخل كبيرا في الإسلام وحفظ القرآن. السن ما عنده حتى عبرة، ما عنده حتى معنى. مرة كنا نقرأ عند الشيخ، أحد من الشيخ كنا نقرأ عليه المتون هذو، ويقولنا يدوروا وقرأوا عرضوا. واحد كان يقرأ ما قدرش يكمل، قال لي يا شيخ والله ما قدرت. قالوا الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر. كي يحفظ واحد في الصغر ما تروحلوش. قالوا نعم، الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر، والحفظ في الكبر حكمة وعبر. الحفظ في الكبر حكمة وعبر، حكمة من الله عز وجل. كاين صحابة كانوا كبار حفظوا القرآن، كانوا ما يعرفوش يكتبوا، تعلموا يكتبوا. أحد الصحابة راح الاسم تاعو، النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجوه رسائل من الملوك يبعثوا له الرسائل. قال له هل تتقن اللغة الفلانية؟ الله أعلم العبرية. قالوا تعلمها في 15 يوم. الله أعلم. زيد الله أعلم. لسان زيد بن ثابت، بارك الله فيك عبد العزيز الشيخ محمد، ربي يحفظكم. تعلمها في شحال 15 يوم الله أعلم، مدة قصيرة. تعلم يقراها، يكتب ويقرا. شوفوا سبحان الله،
كل لازم يكون مهمة تاع رجال. نحن ننصح أبناءنا وكل السامعين ما يقولش هذه ستر وطار، هذه تاع الشيطان ستر وطار. كي تخربها ماشي ستر وطار، كي دير حاجة ماشي مليحة ماشي بصح دير حاجة مليحة، لا ما كاش حاجة متأخرة. ما دام عندك نفس في جسدك وتتحرك، إنسان يقدر يدير كل شيء بإذن الله تعالى، وهذا كله بتوفيق الله عز وجل. مفهوم؟ توقف هنا بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.